المطبخ الجميل ده، والوسع بتاعه بقى حاجة تحفة كده. انا كنت بصراحة مبسوطة فيه ومرتاحة كده وانا واقفة فيه، من الوسع بتاعه حاجة كده جميلة، مش مكركب ولا فيه. والواحد بقى كان واقف برص براحته. المكان مدي واسع ومدي براح لكل حاجة، حتى الحاجات اللي هي الكبيرة، الأطقم الكبيرة، زي طقم العجال الستانلس وطقم البلاستيك اللي هو الصحون الكبيرة دي. كل المطبخ لامم كل الكلام ده وهتشوفوه دلوقتي. ومش تنسوا العروسة كده بدعوة حلوة من قلبك، يا رب كده يسعدها ويهنيها كده بكل حاجتها. ولايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق، وتقولوا رايكم ايه في التعليقات، كان لازم اعمل ايه وما اعملش ايه، وكلنا بنتعلم من بعض. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. وصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنا كان الفرن الكهربائي، هنا اطقم الرخامة، الكنك الستانلس والجرانيت والآلية الهوائية وصواني الستانلس، وهنا البوتاجاز. اللهم صل على النبي. وهنا الفليزر. وهنا بقى الترابيزه دي حلوه خالص، يعني الترابيزه دي احلى كمان من اللي هي التانية اللي بتكون الحديد، لان اللي بتكون في المطبخ وبتصدي وكده واستعمالها مش بيكون حلو. اما دي بصراحه حلوه خالص وعمليه عامله زي السفره. هنا طقم الحله الستانلس كان بورنو. انت ليه تحب تقولي الانواع؟ لان العرايس بتبقى تسالني الانواع دي ايه والحاجات، والله اللي انا ساعات ما بردش عليها. يعني الواحد ساعات بيبقى ينسى وهو بصور، بعد ما بخلص الرص وكده يركز لكم على الاسماء. او ده هنا اطقم بقيت اطقم الحلل. هي هنا كانت جايبه 4 اطقم، وطبعا كل طقم فيه يا مع الجريل بتاعه يا مع الصينيه بتاعته. هنا الهاند بلند، لا هنا اللهم صل على النبي، المضرب الكهربائي ومكنه غزل البنات والقطاعه. وهنا منظم. المنظم ده كان للصواني، هتطلع فيها الصواني والقطاعات والجريلات والطاسات. بصراحه حلو خالص وعملي، يعني تصميم المطبخ حلو. هنا الفرن الكهربائي، ده كان اسمه بس معرفش اسمه بصراحة. ده الادراج الرفيع، يعني المطبخ ده كان فيه حوالي 5 ادراج او 6 كمان. ده كان منهم 3 الجهة دي، والجهة التانية بقيت الادراج اللي هي راحت بقى فيها الرفايع، المشابك، القطاعات، المسكات. وهنا كان الهون، وثبت كده الغسيل اللي هو الصغير اللي بنحط فيه المشابك، ده بقى بينحط في البلكونه مع العروسه بقى تيجي تنشر الهدوم كده تبقى تاخد البلكونه. ده طقم الشاورما، حلال الشاورما، وكمان معاه كان صواني كده فرن. الفيديو ده حلو خالص، ابعتوه لاصحابكم وحبايبكم على الواتس وعلى الخاص، او اعملوا له تنزيل عندكم، هتستفيدوا منه جدا في كل حاجه. هنا كان تربو التخزين، طبعا العروسه مش كانت لسه جابتها. بصوا الضلفه دي بقى. ده هنا صواني فرن اللي هو على شكل الكيك والبايركس ومكنة البوتفور. وهنا مكان الأنبوبة، أنبوبة البوتاجاز. وفوق كده بقية الإزاز. العروسة هنا بسم الله ما شاء الله جايبة طقمين من اللي هو الإزاز اللي هو ده اللي بيكون 42 قطعة. 42 قطعة بيكون فيه للقهوة وللشاي وللعصير وللمية، بيكونوا بصراحة متكامل. هي كانت جايبة 2، يعني حلو خالص. معظم العرايس بتبقى تجيب 1 وكده، بس هي كانت هنا جايبة 2 غير كمان اللي كانت جايباه اللي هي الأطقم التانية اللي هي الفراتي. ده حفظ الطعام، ده طقم المنخل، ده طقم صواني الكيك، ده طقم هو الستانلس الأطباق بيجي كده كلهم مع بعضه. ده مكنة الآيس كريم، ده علب تخزين التلاجة اللي هو تخزين الأكل. هنا كان البوتاجاز كان ايكوك من يونون اير. كان حلو بصراحة برضو البوتاجاز عجبني. والله غصب عني لما مش بجيب لكم حاجة الاسامي الحاجة وكده بنسى وانا بصور يعني. هنا صواني وعلب تخزين. بصوا الطقم الاطباق ده كان جاي كده لوحده، وكل طبق مع الشيلة بتاعته. ده حلو بقى، ينفع في العزومات في المناسبات، حلو خالص. واحجامها يعني ولا كبيرة ولا صغيرة الاطباق دي. هنا موجات سادة. هنا طقم الميليمين، وفوق كده طقم بولات.
يعني العروسة هنا كانت جايبة طقم ملمين وطقمين صيني وطقم بايركس وطقم الجاتوه، وكان ايه تاني، اللهم صل على النبي، هفتكركوا دلوقتي. عامة انا نزلت لكم فيديو الشقة كله، وحابة احط لكم اللينك بتاعه عشان تتفرجوا عليه، حلو خالص برضو جميل، هتستفادوا منه. تحت هنا طقم بهارات مع سكرية مع صينية تقديم. هنا شنطة السكاكين. ولو انت لسه مكملة الفيديو معايا دوسي لايك وصلي على النبي كده في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بقى اللي انا بقول لكم عليه، بصوا الضلف بسم الله ما شاء الله، يعني محطوط فيها العجال الثالث الكبير ده. هنا بقيه الازاز. العروسه بقى بتجيب من الازاز ده حدث ولا حرج، وكله بقى وذوق. ده هنا بقيه الادراج، الرفايع، هنا المسكات والمضرب، هنا شنطه المعالق. يعني كنت نزلت المطبخ ده على التيك توك، فالعرايس سألوني هو المطبخ ده مساحته قد ايه، هو تقريبا 4 في 5. هنا بقيت درج المنظمات، الرفايع، هنا الازاز، ده الطقم التاني. بس كل طقم بيكون سادة ومدهب، بس يعني بتكون النقشة مختلفة. ده من الطقم الاولاني، واللي تحت ده من الطقم التاني. واي عروسة بقى تختار هي وذوقها، بس هنا العروسة بقى جابت الاتنين. هنا الفليزر هي كانت جايباه هنا اللي هو المسطح. في ناس بتفضل ده وناس بتفضل التاني اللي هو زي التلاجة كده اللي هو الادراج. بصوا هنا بقى زي ما بقول لكم، هنا الضلف واخده كل حاجه، يعني الاطباق دي ولا العجان الستانلس الكبير ولا الصحن البلاستيك الكبير ده كله كان بنحط في الحمام الاول او فوق المطبخ. ليه؟ لان مش في مكان، والضلف ما كانتش بتاخد عشان الضلف ما بتكونش واسعه، لكن ده بسم الله ما شاء الله واسع جدا، حاجه حلوه خالص. هنا صفيت الاطباق، حطيت لها فيها برضو كاسات وكوبايات. هنا بقى الاطباق، خلي بقى بالكم من الحته دي، انا قلت قبل كده صفيت الاطباق، خلي النجار ينزلها شويه لتحت. ليه؟ عشان تيجي ترص الاطباق تبص تلاقيها المكان مش واخد، المكان مش واسع، ما بتاخدش الا الاطباق الصغيره بس. فاضطريت بقى ان انا احط الاطباق بالشكل ده كده. هنا بقيه الازاز، قهوه، شاي، عصير. هنا صواني بقى استانلس، هي دي الوحده بصراحه اللي ما نحطش جوه المطبخ. بسم الله ما شاء الله، حاجه حلوه خالص. مش تنسونا بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ صحيح فاروق. ولو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر ادخلوا عندي على التيك توك او الانستجرام، هتستفادوا خالص. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى الترابيزه الحلوه دي، جميله جدا وعمليه كمان. ده هنا الكراسي بتاعتها كانت متنجده، يعني متبطنه. وحطيت بقى شايلة الكحك والبسكوت كده عليها، غير طبعا اللي كانت في الاول.